أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية وللكلام عن الكرة العربية وبالتحديد الكرة السعودية. معانا في الاستوديو الكابتن محمد العبد الجبار رئيس نادي الفيحاء السعودي لكرة القدم، والكابتن محمد فاروق المدير الفني للفريق. أهلا بكم. أهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الخير. أهلا بيك في مصر، بنرحب بيك. و خليني الاول هبدا مع كابتن محمد فاروق لحد ايه ما تهدى كده شويه من الاستوديو، من رهبه الاستوديو من الرهبه دي. كابتن محمد بقالك كام سنه بتدرب بره؟ حوالي 14 سنه، يمكن حوالي 8 سنين في الامارات و6 سنين في السعوديه دلوقتي. رقم كبير يعني. 14 سنه رقم كبير. من ساعه ما بطلت. ايه الفرق بقى شايفه هنا في مصر عن بره؟ يعني هو الكلام ممكن يزعل، يعني الفرق كتير، ما فيش وصايا. بس احنا لازم نتعلم، يعني نسمع الكلام ده حتى لو زعلنا بس عشان نتعلم. الكرة بره يعني 14 سنه اعتقد ان هي خبره، يعني من حق ان انا اقول الخبره البسيطه ديت، ان انا بره ما لقيتش ان الشغل فيه علاقات، يعني مش عشان انا وانت نعرف بعض او ان انت تعرفي رئيس نادي او مدير كوره او يقدر يشغلك. الموضوع ده مش موجود هناك. الموجود هناك انجازات، كفاءات، شغل، عمل. اعتقد في مصر، والدليل على كده ان احنا حققنا حاجات كتيره قوي كويسه هناك، سواء مع فرق صغيره او كبيره. يعني السنه اللي فاتت على سبيل المثال كنت ماسك فرقه في الفريق الاولمبي نادي نجران السعودي، وحققت مركز كويس قوي بيه. ونجران دوت يعتبر فريق مش عايز اقول صغير ولكن مرموق، يعني ما يتعملش بيه الانجاز ده، ومحقق بيه مركز سادس يعني. وتحت ضغوط معينه كنت ممكن اعمل احسن من كده. فبره ما بتعتمدش عقاد زينا للاسف يعني. طب مين يعني عايزين برضو يعني نعرف الانديه اللي حضرتك دربتها برضو في الامارات؟ انا دربت مساف اماراتي ودربت في العروبه الاماراتي. كان ايه الفرق بقى بين الامارات والسعوديه؟ الفرق في الامارات والسعوديه فرق كبير جدا يعني. يمكن الامارات هناك في حاجات كتير الناس اللي سامعانا دلوقتي يمكن يعرفوها اللي اتدربوا هناك، ان انت هناك ما فيش عدد لاعبين كتير في الملعب يعني. يعني ممكن تفاجئ في التراي ماتش ان انت مش قادره تحصلي فرقتين تعملي تراي ماتش. السعوديه في عدد كبير من اللعيبه حابه الكوره زي مصر بالظبط يعني. كتير، المجموعه كتيره، لكن في الامارات بيفتقدوا الحته دي. كابتن محمد، يعني نتكلم بقى. يعني كلمنا اكتر على نادي الفيحاء. طبعا بالنسبه لنادي الفيحاء يعد من اعرق الانديه في محافظه النجمه. يتأسس نادي الفيحاء عام 1800 تقريبا 78 هجري، ما ادري كم يوافق ميلادي بالضبط. وعلي صوت حضرتك شويه. كم سنه كده بقى له كم سنه؟ التأسيس؟ تقريبا ممكن 48 سنه 49 سنه. لا انا فعلا من اعرق الانديه 48 سنه كتير. طبعا مروا على مدربين، انا مدربين كثير من المدربين. من ضمنهم اللي كملوا شهادتي في الكابتن محمد مجروحه. تعاونتوا مع مدربين مصريين تاني غير كابتن محمد؟ اي من زمان. في بدايه التاسيس كان عندنا كذا مدربين مصريين. يمكن كان اشهرهم الكابتن استاذي يعني، لانه كان مدرب وتشاء الظروف ان انا اروح نفس النادي. كابتن محمد توفيق يعني. محمد توفيق. هو اشهر المدربين المصريين اللي مرنوا في نادي الفيحاء. طب والانجازات اللي حققها نادي الفيحاء؟ طبعا الصعود الانديه الدرجه الاولى تقريبا عام 1415 وصعوده في عام 1400 تقريبا 26 دوري الدرجه الاولى. وان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله نحقق الصعود ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. خليني اسالك، شايف الرياضه العربيه او كره القدم العربيه يعني فين من الكره العالميه، او الفرق بينها وبين الكره العالميه شايفه ازاي؟ كثير الفرق. يعني انا اتصور الى الان الكره العربيه بصفه عامه ما بعد وصلت الى الفكر الاحترافي والفكر الموجود في الدول الاوروبيه او في البرازيل او في، فنحتاج كثير بس السعوديه دخلت في ده. ما دخلت في الاحتراف، لكن باقي الفكر. هل احنا وصلنا بالفكر لدرجه الاحتراف ولا لا؟ اللاعب المفروض تحكم ضوابط التغذيه، التغذيه، السهر، الاعداد، هذه كلها موجوده في الدول العربيه بصفه عامه. تحمل محترف، لكن الصحيح انه شكلي فقط. يعني لسه شايف ان اللعيبه العرب متدلعين تقريبا. متدلعين تقريبا. طب كابتن محمد، يعني قول لنا في تدريبك لنادي الفيحاء السعودي، حضرتك بتقول بقالك سنه ونص مع النادي، مظبوط؟ لا
انا كنت الموسم اللي فات مع نجران. يعني لسه الموسم الجديد مع الفيحة، بس انا مش الفيحاء. جديد على الفيحة، انا من 3 سنين كنت في الفيحة. كان حصل ظروف عندهم، وكان ابو عبد الله لسه استاذ محمد يعني كان لسه ماسك رئاسة النادي جديد، وجابني في اخر 7 مباريات، وكان النادي في حالة هبوط. كان يمكن الاخير في مستوى الترتيب، وكان باقي 7 مباريات، ويعني بتضافر الجهود في ال7 مباريات دول قدرنا ان احنا نبقي الفريق، وده كان انجاز ما كانش حد مصدقه في وقتها يعني. اكيد. يعني حضرتك دلوقتي بتبتدي موسم جديد مع النادي. مع النادي ان شاء الله. الفكر بقى اللي ناوي تدخل بيه لتمرين الفريق؟ والله هو اول حاجه بنفكر فيها هي الصعود. وطبعا حكمني جلسه مع ابو عبد الله قبل ما اجي لمصر، واتفقنا على خطوط عريضه كده المفروض ان احنا نمشي عليها، واولها هو استقطاب لاعبين جداد للنادي سعوديين. احنا طبعا شايفين لقطات من مباريات الفريق. ده نجران. ده نجران. اوكي. ايوه. اتفقنا على خطوط عريضه بالنسبه لتيم نادي الفيحة السنه دي. اتفقنا على المعسكر. ابو عبد الله مشكورا جه لمصر عشان خاطر يحضر ملابس، وبيتفق على بقيه الجهاز اللي هيكون معايا السنه دي ان شاء الله. وان شاء الله ان احنا يعني مش بنوعد يعني جهاز مصري كله. جهاز مصري. معايا المساعد محمد ابراهيم من دمياط، والدكتور بركات من القاهره من هنا. ان شاء الله ما باخد مدرب حراس على مستوى عالي ان شاء الله. محمد، قلت لي الكره السعوديه دخلت في موضوع الاحتراف، ولكن بينقصها الفكر. ازاي؟ ايه اللي ناقص في الكره السعوديه؟ لا، اتصور اول حاجه اساسيه اللي هي عمليه اللاعب يعرف وش الواجبات المتطلبه عليه. بمعنى ايه؟ بمعنى وش الاشياء المطلوبه منه، حقوقه على النادي، الاشياء اللي طالبها منها النادي. لو ضربنا مثلا الان للاغلبيه نشوف بتكلم بس مجرد عن الشهر هذا المفروض انه في حدود تربطه بالعقد. تجي جميع الانديه العربيه تلقاه مواصل الشهر. عدم الانتظام في التمارين. ما هو عدم الانتظام في التمارين دوت ما هيخليه في الاخر مش هياخد السعر اللي هو عايزه، يعني هو مش هيعلى بمستواه، وبالتالي مش هياخد السعر اللي هو عايزه. والله عندنا اخذوا السعر وزياده. يبقى انتوا بقى المدلعين. يبقى عشان كده اللعيبه المصريين تروح عندكم. لا اخذوا السعر اخذوا زياده الان الحمد لله. هي على فكره انا كنت بعقب على كلام الكابتن محمد. الكابتن محمد كان يتكلم عن عمليه الانديه عندنا انديه الدرجه الثانيه. تنقصنا الماده. سابقا كانت تنقص الماده توقف عائق انك تبغى تحقق انجاز، تبغى تحقق الماديا ما فيه. الحمد لله احنا بعد المكرمه الملك الله يحفظها ان شاء الله. العام الماضي الانديه هذه سهلت لنا اشياء كثيره، سهلت الاستعداد من بدري. احنا الدوري السنه تقريبا باقي شهرين ومن الان نستعد. فمتى ما توفرت الماده مع الخبره ان شاء الله راح نحقق ان شاء الله شيء اللي هو الصعود باذن الله تعالى. اكيد ان شاء الله. طب احنا ليه مش بنشوف تبادل لاعبين بيننا وبين اللاعبين العرب، معسكرات، مباريات وديه، الاستعدادات؟ ليه مش بنشوف بالعكس الدوري السعودي موجود يعني من ايام اشرف قاسم ولا ما اقصدش يعني تبادل، احنا كلاعبين نعمل معسكرات، هم ييجوا يعملوا معسكرات عندنا، يعني الاستعدادات عموما للفرق مع بعضها والمباريات الوديه ما بنشوفهاش كتير والله بين العرب. لا هو معلش مع احترامي لابو عبد الله، هو في فرق كتيره قوي من الخليج بتيجي بتعسكر عندنا في مصر، لكن احنا ما ينفعش نكون عسكر هناك، لان انت عارفه ظروف الاجواء هناك غير ملاءمه بالنسبه لنا احنا كمصريين يعني، لكن بالنسبه لهم هنا بيعسكروا، فرق كتير بتيجي تعسكر في مصر يعني. احنا معانا كابتن فهد الحمدان لاعب المنتخب السعودي السابق ونادي الرياض على التليفون. الو مرحبا. اهلا بيك كابتن فهد. يا مرحبتين، يا هلا والله. اهلا بيك كابتن فهد. الحقيقه احنا طبعا يعني انت منورنا على التليفون النهارده، ونحب نتكلم عن المنتخب السعودي، وبعد ما تولى الهولندي فرانك ريكارد المهمه حظوظ المنتخب السعودي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ارحب بضيوفك الكرام الكابتن محمد فاروق والاستاذ محمد عبد الجبار والمشاهدين النيل سبورت الرياضيه. بالنسبه لحظوظ المنتخب السعودي مر بظروف سابقه صعبه يعني. عدم استقرار فني، اصابات بعض اللاعبين، اعتزال بعض اللاعبين الكبار اثر على اداء المنتخب. الحقيقه إدارة المنتخب ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل حريصة كل الحرص على إعادة المنتخب السعودي
للساحه الرياضيه لهيمنتها على البطولات الاسيويه كما كان في السابق. المدرب فرانك رايكارد طبعا غني عن التعريف كلاعب وكمدرب، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله بوجوده ان شاء الله يعود في المنتخب السعودي لوضعه السابق وافضل ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كابتن فهد، السعوديه بدات تتعاقد بشكل كبير قوي يمكن من موسمين فاتوا، من يعني متعب واحمد علي، وتعاقد كتير مع مصريين، وعارفه انه في كلام شيكابالا مع مؤخرا، ودلوقتي في كلام مع شيكابالا في الشباب السعودي. الدوري السعودي بدا يبص بنظره ايه للعيبه المصريين؟ الحقيقه الدوري المصري يعني من اقوى الدوريات العربيه. اذا ما كان يعني احنا نقول ان الدوري السعودي هو الاقوى، فالدوري المصري برضه من ضمن الدوريات الاقوى عربيا. يضم لاعبين يعني نخبه من اللاعبين الدوليين اللي مثلوا المنتخب المصري، وايضا شاركوا في انديه يعني اوروبيه عريقه. الانديه السعوديه يعني لما تجلب لاعبين من مصر هي عارفه ان اللاعبين هذا راح يجون الانديه السعوديه والدوري المصري يعني. والدوري السعودي عفوا. نتمنى ان شاء الله يعني برضو مزيد من اللاعبين المصريين اللي يشاركون في الدوري السعودي، لان فعلا احنا نستفيد منهم استفاده كبيره يعني. هي معانا كابتن محمد فاروق عايز يسالك سؤال. كابتن فهد. يا هلا والله كابتن. كابتن فهد صباح الخير. صباح العسل. كابتن فهد، ايه اللي حصل للرياض السنه دي؟ كان اقرب الفرق المرشحه للصعود وما صعدتوش يعني. والله نادي الرياض مر بظروف صعبه يعني. تغيير الادارات يعني اثرت كثير على مستوى الفريق. ايضا يعني الفريق غير مستقر من الناحيه الفنيه واللاعبين. تغيير الاجهزه الفنيه ايضا كل سنه يعني يحضر مدرب، هذه اثرت بشكل كبير على نادي الرياض. عشان يرجع الوضع الطبيعي يعني يبغى له مجهود كبير يعني مو بسيط يعني. تكاتف اعضاء مجلس اداره، محبين النادي، يعني عوده جميع محبين النادي لنادي الرياض عشان يرجع الوضع الطبيعي يعني يبغى له وقت. ما هو صعب، لكن ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الفتره القادمه تكون ان شاء الله فتره خير على نادي الرياض. ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك كابتن فهد والتوفيق دايما ان شاء الله. شكرا ليك. كابتن محمد، خليني اسالك انه في البعض بيردد انه الرياضه العربيه بتفرق الشعوب مش بتجمعها. انت رايك ايه في الموضوع دوت من منظور بقى ان انت عشت بره فتره في الامارات وفي السعوديه غير منظورنا احنا واحنا في مصر؟ لا، وشفنا امثله كمان يا سماح، يعني شفنا امثله كان فيها مش هتلاقيها غير الدول اللي هي متقسمه يعني. هتلاقي الدول الخليجيه في الصراع ده موجود، لكن لما يجوا يلعبوا مصر مفيش الصراع ده. هتلاقي دول شمال افريقيا في الصراع ده موجود، لكن مفيش يعني. هي تقدري تقولي ان الناحيه الجغرافيه عليها عامل مهم يعني. اعتقد كده، لكن المفروض ان يحصل غير كده خالص يعني. احنا ايام احداث الجزائر كنت انا ضيف عندكم هنا اهوت، وكانت الامور ماشيه بصراحه الاتجاه. الحمد لله ان الايام دي عدت، مش عايزين نعيدها تاني. لكن اعتقد ان من الناحيه السياسيه يعني الاحداث السياسيه اللي موجوده على الساحه دلوقتي، اعتقد ان هي بدات تقرب الشعوب من بعض، بالذات من الناحيه الرياضيه يعني. ما اعتقدش ان الامور دي هترجع تاني يعني. هو توحدوا على كلمه واحده ضد كل الحكام اللي موجودين، فيا رب يبقى في توحد بقى في بقيه لا يا رب يتوحدوا على ناحيه ثانيه تعرفيها يعني. يا رب يتوحدوا على جار من جيراننا يعني. يبقى افضل يعني. يا رب. عندك حق يا رب. طب احنا يعني ايه اللي ينقص اللاعبين العرب عشان نقدر نبقى يعني في نفس مستوى يعني الاجانب بالاحترافيه دي؟ احنا زي ما تفضل الاستاذ محمد قال ان احنا ما عندناش ناحيه التزاميه كتير يعني. وبعدين في عندنا ايه بالبلدي كده يعني سموها جبر خواطر يعني. عشان خاطري في معلش، طب السماح يعني احيانا تتخذ عقوبه وتلاقي 1000 واحد يجي ليله مباراه يجي معلش وعشان خاطري وخلاص وتعالى واعتذر. الكلام ده مش موجود غير عندنا كعرب يعني. مش في الخليج بس، اعتقد انه موجود في مصر كمان يعني. لكن لو احنا عملنا لائحه وطبقناها اعتقد ان كل حاجه هتمشي كويس. لكن للاسف احنا بنعمل اللائحه واحنا اللي بنخرب اللائحه. صح صحيح. يا استاذ محمد كنت بتقول ان اللاعبين انا كنت اسف المقاطعتك، انا كنت بعقب على شيء من ناحيه الرياضه العربيه. انا اعتقد برضو الاعلام له دور. وايه؟ الاعلام له دور. يعني في المشاكل اللي يحصل بالرياضه، هي تحصل مشاكل عاديه في الرياضه،
خناقات لاعبين مع بعض، جمهور. فتجد الاعلام انه يكبر المشكله زي ما حصل في مشكله الاعلام الجزاء. المصري ولا الاعلام العربي؟ لا انا اتكلم بصفه عامه. بصفة عامة. انت سالتي بصفه عامه فانا جاوب بصفه عامه. كله بصفه عامه عشان محدش بصفه عامه يعني. فاتوقع الاعلام له دور كبير برضه في انه يهدي الامور او انه يعني يخليها تذهب للأسوأ. متى ما دخلنا الرياضه على انها رياضه الان وقدرنا ان نفصل الرياضه عن السياسه، احنا تجدنا في اي مشكله رياضيه على طول نتجه للسياسه. يعني زي المشكله حقت الجزائر على طول المشاكل اللي كانت مع الجزائر اول. ف لابد نفصل بين الرياضه والسياسه، بين ان الرياضه تجمع بعكس السياسه بس يعني زي ما كابتن محمد بيقول احنا يعني اللاعبين عندنا متدلعين شويه برضو، وان لازم يبقى في صرامه وفي لوائح وكده. ليه احنا عارفين يعني عارفين الحل وما بنعملوش؟ لا شوف بالنسبه للحل انا اتوقع لما نجي نتكلم مثلا عن الاحتراف في اوروبا او الاحتراف من كم في اوروبا طبيعي بيكون فيه السلبيات الان، لكن مع الوقت ان شاء الله انها تتعدى. مع ان اللاعب لما بيلعب في بلده بيتدلع يروح يحترف بيمشي كويس جدا على النظام وراح يلتزم بالظبط كده، هتجد كل شيء في وقته المناسب. لكن بيجي عندنا تجده مختلف تماما. فاحنا نرجع دائما ونقول ان العقليه الاحترافيه للاعب هي الاساس. وبرضه ما ننكر ان فيه لاعبين منضبطين. انا برضه ليا وجهه نظر مع احترامي ليكي، المفروض ان معلش انا اسف يعني، المفروض من الصغر يعني من البراعم من الناشئين تدوري على المدرب الكفء لتنميه الناحيه ديت في اللاعب من صغره، يطلع اللاعب عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. لكن للاسف النهارده تلاقي يعني ده موضوع تاني يا كابتن محمد. المفروض ان المدرب اللي بيدرب ناشئين ده مؤهل للتعامل مع ناشئين، انما احنا مشكلتنا ان احنا اللاعب بيخلص يقولوا تعالى امسك الناشئين زي ما يكون هتبدا بالناشئين عشان الكبار. حضرتك يعني وصلتي اللي هو انا مش عايز مؤهل ان هو يتعامل مع ناشئين اصلا يعني. بالظبط كده يبقى اللاعب لحد 15 16 سنه تقدري تزرعي فيه حاجات اللي انت عايزه تزرعيه. بعد كده خلاص فلت منك، بيطلع على اللي هو اتعود عليه او اللي اتربى عليه. فخلاص انا اعتقد ان لو الناحيه ديت اتعالجت اعتقد ان الحياه الاحترافيه سواء في مصر او سواء في الدول العربيه هتتغير. طيب اخيرا كابتن ابو عبد الله، رايك ايه في المحترفين المصريين اللي كانوا مشاركين على مدى المجموعه اللي شاركت في الدوري السعودي؟ والله انا اعتقد انه نجاح مو بسيط بالنسبه للاعبين المصريين. ابتداء من اشرف كاسم، حماد متعب، احمد علي نجح السنه هذه. كان في بركات برضو زمان في وقت من الاوقات، ممكن لسه صار لسه كان لكن انت شايف مشاركتهم ايه في الدوري السعودي؟ بالعكس انا اعتقد انها ايجابيه. اعتقد انه زيدان قرب منكم برضو، في كلام مع زيدان ان هو يجي الدوري السعودي، واخرها شيكابالا. واخرها شيكابالا بالظبط. كابتن ابو عبد الله نورتنا النهارده، كابتن محمد فاروق نورتنا النهارده. بنشكر كابتن محمد العبد الجبار رئيس نادي الفيحاء السعودي، والكابتن محمد فاروق المدير الفني لفريق نادي الفيحاء السعودي. وبنشكركم مشاهدينا ومتابعتنا لينا النهارده، وبشكرك يا سماح. شكرا ليك يا نوى، وشكرا لضيوفنا وشرفتونا.